النهارده موقع روسيا اليوم نشر خبر غريب بيأكد ازاي الصهاينة في عهد الجعر اخترقوا مصر بشكل مخيف. ده روسيا اليوم. تعال اسمع الخبر كده. بهويات مزيفة إسرائيل ترسل مصورا وحاخاما سرا إلى مصر للتنقيب على قبور اليهود المصريين. كشفت المنصة دي شبكة الإخبارية الإسرائيلية عن رحلة استطلاعية سرية إلى مصر قام بها مصور إسرائيلي وباحث المقابر الحاخام إسرائيل غباي بهويات مزيفة. وأوضحت المنصة العبرية أن الرحلة التي قام بها مصور يدعى مائير والحاخام غباي كان هدفها التحقق من حالة المقابر اليهودية والأضرحة المقدسة المنتشرة في أنحاء البلاد. أهو إزاي الناس دي تدخل بهويات مزيفة وتصور وتخرج من غير حد يعرف حاجة، ولما نعرف من عندهم. أمال المخابرات والشرطة والمطار وكل دول فين؟ ولا شد الحيل والشطارة بتبقى على الشعب بس؟ أيوة مروان، هم شطار على الشعب بس. وبعدين يا مروان معلش يعني، هو بس كلمة في ودنك يعني، هو مين اللي قال لك إن المخابرات المصرية ما تعرفش؟ ما جايز عارفة، ما جايز عارفة وهي اللي قالت لهم بس يا جماعة، وتلبس حاجة كده فلسطين عشان بس إيه ما تضايقش المصريين يعني. ما جايز عارفة. مصر مستباحة يا حضرات من الصهاينة. طبعا المشهد الأول في الفيديو